تفتكر الكلب يقدر يعرف ان صاحبه عنده سرطان ولا لا؟ طب ازاي بيقدر يشم السرطان؟ الخلايا السرطانيه وهي بتنمو وتتكاثر بتطلع مواد كيميائيه معينه اسمها فولاتايل اورجانيك كومباوندز. المواد دي بتخرج في النفس والعرق والبول او حتى الدم. المناخير بتاعت الكلب فيها مستقبلات شم عددها ما يقارب 200 مليون مستقبل، مقارنه بالبني ادم اللي هو 5 مليون بس. ده رقم كبير جدا. الكلب بيقدر يميز الروائح دي بدقه عاليه جدا حتى لو كانت موجوده بتركيز قليل. في دراسات اثبتت ان الكلاب المدربه قدرت تكشف سرطان الثدي وسرطان الرئة وحتى سرطان القولون بنسبة دقة وصلت أحيانا ل 90%. في بعض الحالات الكلاب قدرت تكتشف السرطان أسرع من الفحوصات التقليدية اللي بنعملها، لكن في أبحاث شغالة لتطوير أجهزة إلكترونية اسمها إلكترونيك نوز، ودي بتحاكي أنف الكلب علشان تستخدم في الكشف المبكر. الكلاب نفسها بيتدربوا في مراكز أبحاث وممكن يساعدوا في الحالات الصعبة. الطريف في الموضوع ناس حكت إن كلبهم كان بيشم مكان معين في جسمهم بإلحاح، وبعدها اكتشفوا إن عندهم ورم في نفس المنطقة دي.